سيبك انت، ايه رايك في الكاميرا والحاجات دي؟ لا تمام. انت عايز تعرف انت التصوير والحاجات دي صح؟ ما انا استغربت الصراحه. بص يا زميلي، تعالى نعمل حاجه حلوه. ايوه هنعمل كده، نكمل الفيديو ايه، نتكلم فيه عن التصوير، بما انك انت هتستفيد وفي نفس الوقت الناس اللي بتتفرج نتكلم معاهم شويه على التصوير. انت هتمسك كده التليفون وتصورني بحيث تبقى زاويه تصوير تانية، بس انا البس النضاره بس صورني كده فيديو. طبعا يا رجاله بصوا يا جدعان، عشان خاطر الناس اللي عايزه تصور وهي سايقه بالموتوسيكل، في طريقتين من التصوير. يا اما بتعلق تليفون وهولدر على الخوذه، ده اللي هو الماونت، اللي هو الماونت والتليفون اللي احنا كنا عارفينه، يا اما الخوذه شبه ديت وعليها كاميرا. طب ايه الفرق بين الكاميرا الجو برو ديت والتليفون؟ الكاميرا مخصصه للاكشن، يعني حركه الاكشن طول ما انت ماشي والهزه كتير كده اهوت ما بتبانش مش بتبان في الفيديو وانت بعد كده بتعمل ايديت. التليفون بتبان فيه الهزه كتير. غير كده التليفون مع كتر الهزه وانت سايق، السنسور بتاع التليفون بتاع الكاميرا بعد كده بيبوظ، والسنسور نفسه لو في جيروسكوب او حاجه شبه كده بتلاقي السنسور بتاع التليفون باظ. عكس الكاميرا عشان مخصصه للهزه، انت فاهم، فهي يعني معموله للاكشن عموما. غير كده حجمها صغير جدا، يعني بص اصلا الكاميرا قد كف ايدي، بص عامله ازاي على الخوذه، مش باينه تمام. مشكلتها بس الجو برو ان هي غاليه شويه، لان هي صناعه امريكي انت فاهم، ونضيفه شويه، فهتلاقي اسعارها الى حد ما غاليه. لو حد عايز يبتدي بالجو برو يعني انصحه، لو حد عايز يبتدي بالكاميرا ديت انصحه يبتدي ب5. هي بتبتدي من اول 3 لحد ال 13 نزلت ال 13. ال5 احسن حاجه، لان ال4 وال3 والحاجات ديت اللي بيجي فيهم حوار ان الزرار بتاع الباور بيبقى هنا اهوت، فالاكسسوارات ما بتنفعش تشتغل كلها عليها. من اول ال5 وانت طالع ينفع تشغل اي اكسسوار على الكاميرا ديت عادي، من يعني توفق من الموديلات الثانيه، لان زي ما انت فاهم الجو برو ديت العيب الوحيد اللي فيها ان هي الكاميرا لوحدها من غير اكسسوارات مالهاش اي لازمه، فاهم؟ يعني هي الكاميرا كده اهوت لوحدها مالهاش اي 60 لازمه. الكاميرا وبطاريه واكسسوارات كده انت معاك استوديو بتصوير جاهز وانت سايق موتوسيكل. حلاوتها كمان ان هي بتصور معاك ال5 مثلا، ان هي تعتبر اقل حاجه بتصور لحد 120 فريم 4K تمام. وكل ما تعلى في الموديل كل ما تعلى في الفريمات وتعلى في الجوده، يعني مثلا ال 16 بتصور 8K ممكن على 120 فريم او ممكن 240. ما جبتهاش لسه فما اعرفش ان هي لان الكاميرا عامله 30000 ما حدش هيجيبها فاهم. بس الحاجات الشعبولي اللي على قدنا كده اهوت شبه مثلا ديت، فدي هتقضي معاك الغرض، وفي نفس الوقت هتحط لها كارت ميموري هتلاقيها ماشيه معاك زي الفل. طب سعرها كام؟ سعرها ال5 بتبتدي من اول حاليا 6 وانت طالع بالبطاريه والكيس بتاعها دوت. وكل ما يكون معاك اكسسوارات كل ما تبقى اغلى، لان كل حاجه بتعملها بتصورها ليها اكسسوار. الغطس مثلا والبحر ليه اكسسوار فاهم، المنظر الجميل دوت ليه اكسسوار. الموتوسيكلات ليها اكسسوار، يعني مثلا الخوذه ليها اكسسوار بتاعها عشان تسوق وانت ماشي والكلام دوت كله. السباحه ليها اكسسوار، الجري ليه اكسسوار، كل حاجه ليها اكسسواراتها معده ليها فاهمني. فدي الكاميرا زي ما انتم شايفين فاهمين، وده احمد بيه زي ما انتم شايفين. لو اي حد عنده استفسار عن الكاميرا او عايز يعرف حاجه عنها ممكن يبعت لي وابعت له كل حاجه عنها ان شاء الله.